يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما نعم الله. لا نقول اولا الا حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يكن مقرر ان نتكلم بعد الخطبه حسب الاتفاق مع اخي وحبيبي الشيخ عادل ان البارحه كان في اجتماع مع بعض العلماء والمشايخ ان يتكلم بعد الخطبه، لكنني فوجئت اليوم ان الشيخ عادل امتنع عن الخطبه واسمح لكم في زمن الديمقراطيه والزمن الشفافيه ان ياتي اتصال الشيخ عادل منذ قليل انه اذا تكلم سوف يمنحها عن حتى امامه المسجد، ولا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كان الاولى من وزير العدل مع احترامنا وتقديرنا له ان ياتي الخطاب لامثال عيسى القاسم وعلي سلمان والغيثي وهم رؤوس الفتنه في البحرين. كان الاولى ان ياتي هذا الخطاب لمن قال اسحقوهم على منبر طراز وبعدها ازدادت حالات القتل لرجال الامن. كان الاولى من وزير العدل الا يخاطب وزير الداخليه، لان الشيخ عادل حسن ليس موظف وزاره الداخليه بل موظف في وزاره العدل. كان الاولى احتراما لمقالة علمائنا اهل السنه والجماعه ان يستدعى الشيخ عادل الى مكتب وزير العدل ويتناقش معه حول خطبه، ثم بعد ذلك ينذر كما معتاد في بعض الوزارات. هذا الاجراء يا اخواني نرفضه رفضا تاما باسم اهل السنه والجماعه، باسم رواد جامع النصف، بان هذا الامر يا اخواني خطير ونرفضه تماما. وهذا الاجراء اذا نتكلم عن الناحيه القانونيه قد استشرنا مجموعه من المحامين وقالوا ان هذا الاجراء غير قانوني، وسوف باذن الله يتحركون من الناحيه القانونيه لرفع دعوى ضد وزاره العدل حول هذا الاجراء الغير قانوني والظالم في حق الشيخ عادل. وفي اعتقادي ان اهل السنه والجماعه يا اخواني يجب وان احرض اهل السنه والجماعه بعدم السكوت عن هذا الاجراء الظالم، لان الدور سياتي على مجموعه من 2 أو 3 اعرف ممن باقي يتكلمون. واقول سامح الله لبعض الوليدات ولبعض الفروخ من طلاب العلم الذين طعنوا للاسف في الشيخ عادل في ظهره وايدوا هذا القرار الظالم ببعض التهم. يا اخواني البارحه كان بيان وزاره العدل الذي نشر في وكاله انباء البحرين باتهام الشيخ عادل بانه داعي للارهاب وداعي للتحرير. ويا له من نفتح حقيقه حين نسمع ان الشيخ عادل يتهم بالتحرير وبالارهاب، ولا نعلم حقيقه ان في اي خطوه من خطوات الشيخ عادل قام واحد من الاخوان المصلين راح حرق تاير عند دوار الساعه، او راح طال الاسقاط بجلاله الملك، او راح قتل رجل امن. ما اعتقد، اتحدى وزير العدل، اتحدى اي انسان في هذا البلد ان يقول لي ان الشيخ عادل كان سبب لارهاب في البلد. من كان السبب يا اخوان كلكم تعلمون ذلك، والدوله للاسف ترتجف وتخاف من عيسى القاسم وتخاف من علي سلمان وتخاف من الغيثي. واتحدى ان ياتي اليوم الذي يوقف امثال عيسى القاسم وامثال علي سلمان. لا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يا اخواني زمن السكوت قد ولى. احنا زمن الديمقراطيه ونتكلم باب الديمقراطيه من باب الشفافيه. نطالب وزير العدل هذا المكان يا اخواني ان يتراجع عن هذا القرار الظالم في حق الشيخ عادل. وحقيقه المنبر الوحيد اللي باقي في البحرين يتكلم يمكن منبر الشيخ عادل ومنبر 2 3 من اخواننا الخطباء. اما البقيه حقيقه مع احترامي لخطبائنا تلوث الشرب. اما عيسى القاسم يا اخواني كل يوم جمعه تحريض ضد القياده، تحريض ضد رجال الامن، تحريض خطبه سياسيه بحته ما في احد يتكلم عنه ولا احد استدعاه. الذي حصل للشيخ عادل اكرر يا اخواني هو اهانه علمائنا، اهانه مشايخنا. وليقل بعد ذلك يقول لا تسكتوا، وحرض كل اخ سني يا اخواني في هذا المسجد ان يدافع عن الشيخ عادل بقدر ما استطاع بالطرق السلميه والوسائل السلميه، ويتصل بقادتنا ووزرائنا وزير العدل، نرسل خطابات في التويتر في الفيسبوك ايا كان يا اخواني. قد
استطاع. لا نسكت، فالسكوت عن هذا الظلم ظلم يا اخواني. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا بالله ممن يصل الشيخ عادل باذن الله قولا وفعلا يا اخواني. الله في قول الحق. اللهم بلغ، اللهم بشر، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.